فراح قال لي انا عايزك انتي، انا حبيتك انتي وعايزك انتي. وابتدى ان هو يقرب مني واحدة واحدة لحد ما ضعفت. انا طبعا غصب عني، انا قلت لكم ان انا محرومة بقالي 35 سنة، مفيش راجل لمسني، وانا كنت خلاص فقدت الامل، وانا لسه طبعا صغيرة وحلوة ومهتمية بنفسي. فقرب مني قوي لحد ما خلاص ما بقاش في بيني وبينه اي مسافة. انا الست المحرومة من 35 سنة اتعرفت على واحد عنده 20 سنة، حبيته قوي قوي وما قدرتش استغنى عنه ابدا. حاولت ابعد عنه كتير لكن ما قدرتش، لاني كنت بتبسط معاه قوي. ما تيجوا تسمعوا حكايتي، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان تسمعوا كل القصص اللي موجودة. أنا اسمي سالي، عندي 48 سنة. عشت حياتي كلها لوحدي لأن جوزي مات من وأنا صغيرة قوي. عشت كل الفترة دي وأنا لوحدي، ربيت بنتي اللي ما كانش عندي غيرها، والحمد لله جوزتها. باباها كان معاشه كبير قوي وقدرت أجوزها من معاش باباها. أنا جوزي قبل ما يموت سابلي فلوس كتير قوي قوي. من كتر الفلوس دي كانت ممكن تفتح بيت واتنين وتلاتة، فكانت الفلوس كتيرة وكنت بجيب كل حاجة أنا عايزاها. بعد كده جوزت بنتي أحسن جوازة، وجبت لها أحسن جهاز، جبت لها كل حاجة. وأنا دلوقتي عايشة لوحدي من بعد ما بنتي اتجوزت، معيش حد خالص. حكايتي بالتفصيل إن أنا قلت خلاص أنا مش هتجوز بعد جوزي ده. بس طبعا ده كان أكبر غلط بالنسبة لي، ودي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي، إن أنا سبت عمري كده يروح مني. أنا ست جميلة جدا، وكل اللي كان يشوفني كان بيتهبل عليا من كتر جمالي. اتقدم لي ناس كتير قوي، واتقدم لي عرسان كتير قوي، بس أنا كنت برفض عشان خاطر بنتي، وإن أنا ما ينفعش إن أنا أجيب لها يعني راجل غريب في البيت وكده. بس خلاص انا دلوقتي جوزتها، ودلوقتي انا بقيت وحيدة، هي مش بتجيلي كتير، وعايشة في بيت كبير جدا لوحدي، مفيش معايا راجل. ابتديت افكر كتير جدا ان اي حد هيتقدم لي هوافق عليه على طول، لاني بصراحة كنت محتاجة راجل يونسني. وبعد تفكير طويل قوي كنت كل يوم ادخل البلكونة بتاعتي على امل يعني ان انا الاقي راجل يبص عليا او حاجه. كنت كل يوم ادخل واجيب كرسي وافضل قاعده في البلكونه فتره كبيره، على اساس يعني لو في حد من الجيران شافلي يبص لي مثلا يعجب بيا. وفعلا حصل ده. في يوم من الايام لاحظت ان في شاب في البلكونه اللي كانت قصادي دايما واقف يبص عليا. فرحت قلت مش معقول ده، يعني ده لسه صغير يعني، واكيد مش هيبص لي، انا اكبر منه بكتير. فقعدت ركزت كده معاه شوية، أول يوم تاني يوم تالت يوم، فقلت لأ ده فعلا ده بيبص عليا، وتأكدت فعلا ان هو بيبص لي. بعدين رحت قفلت البلكونة وبصيت من ورا الإزاز عشان أراقبه، عشان أتأكد ان هو بيبص لي أنا ولا لأ. ولما بصيت فعلا من ورا الإزاز لقيته عمال يتلفت يمين وشمال ويبص عليا ويحاول يشوفني أنا دخلت ولا لأ. بعد كده لما خرجت تاني لقيته بيشاور لي، عملت نفسي ان انا مش شايفاه، قلت يمكن مش بيشاور لي انا. فلما كررها تاني رحت شاورت له. قال لي عامله ايه انتي كويسه؟ قلت له الحمد لله. قال لي انا بس بطمن عليكي. قلت له شكرا، ربنا يخليك. وبعد كده دخلت. اليوم التاني بقى قلت بصي انا مش هطلع النهاردة عشان اشوف هو هيعمل ايه، وهراقبه من ورا الازاز. وفعلا لقيته عمال يدور عليا، وانا اليوم ده ما خرجتش خالص. واول ما الساعة كده جت حوالي 10 بالليل لقيت الباب بيخبط. خرجت عشان اشوف مين اللي بيخبط عليا، لقيته هو قدامي. استغربت جدا وما بقيتش عارفة اعمل ايه. طبعا ساعتها فتحت له بجلابية البيت اللي انا كنت لابساها، وبصراحة الجلابية دي كانت شفافة جدا على جسمي، وكان جسمي يعتبر كله باين. وكان جايب معاه بوكيه ورد. سلمت عليه وقلت له اتفضل. دخل وقعد
وقال لي انا قلقت عليكي جدا النهارده، انتي ليه ما خرجتيش؟ انا متعود ان انا بشوفك كل يوم. فروحت قلت له ابدا، يعني كنت بس تعبانه شويه فما قدرتش ان انا اطلع البلكونه، فما كنتش قادره اقف. فقال لي ده انا قلقت عليكي جدا وقررت ان انا اجي اطمن عليكي، بس يا رب يعني ما يكونش ان انا ضايقتك او حاجه. قلت له لا والله انت ما ضايقتنيش، ده انا عايشه لوحدي ومفيش حد هنا معايا خالص، واحسن حاجه انت عملتها ان انت جيت طبعا عشان تطمن عليا. وقعدنا مع بعض وهزرنا وشربنا القهوه واتكلمنا شويه، وهو حكالي شويه عن حياته وقال لي ان باباه ميت من بدري، وان مامته كمان ميته، وان هو عايش مع جدته. وفضلنا نتكلم حوالي ساعتين. الكلام اخدنا والوقت اتأخر جدا. قلتله لازم تتعشى بقى معايا. قمت حضرت له أكلة حلوة جدا وقعدنا أكلنا مع بعض. طبعا طول ما احنا قاعدين هو ما شالش عينه من عليا وفضل يبصلي. وبعد ما أكلنا وكل حاجة راح قام ومشي. بعد ما مشي قعدت أكلم نفسي، طب انا ازاي هبقى معاه؟ ده صغير قوي، ده عنده 20 سنة وانا عندي 48 سنة. ازاي اصلا هو هيبص لواحدة زيي؟ وفضلت طول الليل افكر فيه ومش عارفة اعمل ايه. المهم تاني يوم الصبح كانت الساعة 9، لقيته جه بيخبط عليا. فتحت له الباب ودخل، لقيته بيقولي وحشتيني. بصيت له كده باستغراب، فراح قال لي ما تستغربيش انت وحشتيني جدا. فقلت له طب يلا ادخل. وبعد كده دخل وقعدنا فطرنا مع بعض، والموضوع ده اتكرر اكتر من مرة، وبقى يجيلي كل يوم يقعد معايا. واوقات كتير جدا كنا نفطر ونتغدى ونتعشى مع بعض ويقضي طول يومه معايا، وكل ده وما كانش فيه بينا اي حاجة. لحد ما في يوم من الايام لقيته جاي وكان داخل كده زعلان ومتضايق. فبقول له مالك، فيك ايه؟ قال لي انا تعبان جدا. قلت له مالك، حاسس بايه؟ ببص كده لقيته هو سخن جدا وعمال يترعش. فرحت دخلت اوضه النوم ونيمته على السرير، وعملت له يعني حاجه سخنه يشربها، واديته برشامه وغطيته وعملت له كمادات. بعد كده راح نام وسحب قوي في النوم، ولما صحي بقى كويس. فقال لي ما تحرمش منك احلى حاجة في حياتي. قلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي والله بتكلم جد، انتي فعلا احلى حاجة في حياتي. قلت له ازاي؟ ده انا قد مامتك. قال لي بس انا حبيتك جدا وما اقدرش ان انا استغنى عنك. وساعتها انا بقيت فرحانة جدا جدا جدا، بس في نفس الوقت مش عارفة اتصرف ازاي، لان ده ولد صغير وانا اصلا خلاص يعني كبيرة عنه بكتير، انا في سن مامته. فمبقتش عارفة اعمل ايه، وحسيت كده بالذنب ناحيته، يعني اكمن سنه صغير. قلت له انت لسه صغير وهتقابل بكرة بنت الحلال اللي في سنك وفي الاخر هتسيبني. فراح قال لي انا عايزك انتي، انا حبيتك انتي وعايزك انتي. وابتدى ان هو يقرب مني واحدة واحدة لحد ما ضعفت. انا طبعا غصب عني، انا قلت لكم ان انا محرومة بقالي 35 سنة، مفيش راجل لمسني، وانا كنت خلاص فقدت الامل، وانا لسه طبعا صغيرة وحلوة ومهتمية بنفسي. فقرب مني قوي لحد ما خلاص ما بقاش في بيني وبينه اي مسافة، وابتدى ان هو يحط ايده عليا لحد ما ضعفت. انا طبعا زي ما قلتلكوا انا بقالي كتير قوي مفيش راجل لمسني، واستسلمت وضعفت قدامه وحصلت بينا العلاقة. وبعد ما خلص قمت وانا زعلانة جدا من اللي حصل. قالي ما تزعليش، انا مش هسيبك ابدا وهفضل معاكي، ولو تحبي ان احنا نتجوز انا وانتي هنتجوز. بس انا مرضتش يعني استغل الولد عشان طبعا هو لسه صغير. فقلت له لا ما ينفعش، انت لسه صغير وانا خلاص العمر عدى بيا. قال لي ما تقوليش كده، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا. قلت له لا طبعا، ومرضتش ان انا استغله طبعا. وقعدنا مع بعض وتعشينا وراح مشي وروح. تاني يوم ببص لقيته جايلي، بس المرة دي كان جاي وهو بقى اللي كان جايب معاه العشاء. قال لي يلا انا عازمك النهاردة، يلا نتعشى سوا. قعدنا اتعشينا مع بعض وعملنا حاجة نشربها، ونفس الموضوع اتكرر تاني وعملنا علاقة. وفضلنا نعمل كده كل يوم، كل يوم كان يجيلي ونعمل مع بعض علاقة. قعدنا على كده 4 سنين. بعد كده جه في يوم من الأيام حسيت ان هو اتغير معايا شوية،
وقال لي انا مسافر. قلت له مسافر رايح فين؟ قال لي مسافر كده في سفرية في شرم الشيخ، شغلانة كده، وهرجع بعد سنة. طبعا انا زعلت جدا من الكلام ده، وقلت له ازاي يعني تسافر وتسيبني؟ ازاي تسافر تسيبني كل ده؟ قال لي معلش يعني انا شوية كده وهرجع. طبعا سافر وسابني لوحدي، وانا كنت وحيدة وما كنتش عارفة اعمل ايه. اتصلت ببنتي وقلت لها انها تجيني عشان انا تعبانة ومتضايقة. وفعلا بنتي جت وقعدت معايا شوية، وقالت لي معلش يا ماما انا لازم اروح بقى عشان البيت، وان انا سايبة جوزي والعيال. قلت لها طب يا حبيبتي روحي. طبعا انا ما اقدرش اغصب عليها يعني ان هي تقعد، هي عندها بيتها وعندها عيالها وجوزها ومشغولة معاهم، وكل واحد بقى زي ما احنا عارفين يعني ملهي في حياته. وانا رجعت وحيدة تاني. وبعد ما السنة خلص فجأة لقيت الباب بيخبط. قلت يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ لقيته دخل عليا ولقاني تعبانة ووشي كده مصفر ومتضايقة، وكنت مهملة في نفسي قوي. كان شكلي يعني تعبان كده وغريب. فاستغرب قوي من شكلي وقال لي مالك انت عاملة في نفسك كده ليه؟ قلت له ما انا وحيدة بقى وانت سايبني لوحدي. راح قال لي ما تزعليش، ودخل عليا وبس ايدي وقعدنا نهزر مع بعض. وقال لي بصي انا عايزك في موضوع، بس انا بصراحة خايف ان انت تزعلي. طبعا انا ساعتها قلبي وجعني قوي، وحسيت ان هو هيقولي ان هو هيتجوز. قال ان هو اتعرف على واحدة وان هو فعلا هيتجوز، وكان شكي طلع في محله. قال انا عرفت واحدة، وان انا طبعا لازم بقى اتجوز ولازم يبقى ليا بيت وعيال. قلت له طبعا يا حبيبي ده حقك. قال لي بس طبعا انا مش هنساكي وهفضل اجيلك على طول. قلت له لا ما تشيلش همي، انا خلاص اتعودت على الوحدة. قال لي لا انا هفضل اجيلك، انا حبيتك قوي وهفضل احبك، بس انا طبعا لازم اعيش حياتي واتجوز واخلف حتى قدام الناس. قلت له خلاص انا مش زعلانة ولا يهمك. وهو اتجوز في الشقة اللي كانت قصادي. وبعد ما اتجوزوا طبعا كان كل يوم يخرج مع مراته، وانا استناه ان هو يكلمني، ما كانش بيكلمني. وكان كل يوم قاعد مع مراته، وانا كنت غيرانة جدا ومتضايقة، وقعدت اكتم في نفسي وزعلت لحد ما عدى اول شهر وما جاش، والشهر التاني ما جاش، وعدى الشهر التالت والرابع، ودخلنا في سنة نسيني ولا بقى يجيلي خالص ولا بقى يكلمني. وطبعا فجأة لقيت مراته بقت حامل وخلاص على وش ولادة، وانا خلاص مش قادرة مش عارفة اعمل ايه. قررت ان انا اسيب البيت وامشي، لان طول ما انا شايفاه قدامي انا بتعذب اكتر. دورت على شقة تانية عشان طبعا امشي من الشارع ده خالص، ومش كل شوية اشوفه هو ومراته، وهو بيشوفني ولا كأني موجودة ولا حتى بيسلم عليا. فعشان كده قررت ان انا امشي. وفعلا مشيت خالص من المكان اللي انا كنت فيه، ورحت مكان محدش يعرفني خالص، وعشت حياتي لوحدي وحيدة، ورجعت تاني محرومة. ودي كانت حكايتي النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات.